مصر ليست خفيفة وليست صغيرة وليست رخيصة. مصر دولة لها ثقلها، أمة لها ثقلها، ليس فقط حكما وحكومة وجيشا، لا، أمة لها ثقلها. مصر ليست صغيرة، وإن كانت بعض الظروف فيما مضى في العقود الماضية القريبة أدت إلى انحسار مصر عن دورها حتى ظن بعض الصغار أنهم أصبحوا كبارا. مصر ليست صغيرة، والأيام المقبلة ستشهد عودة مصر إلى حجمها الحقيقي، ليس إضرارا بأحد ولا تعاليا ولا تعديا على أحد، ولكن قياما بمهمتها الحقيقية. مصر ستعود إلى دورها الحقيقي، وحينئذ المنطقة ستستقر، لأنه عندما تعود الأشياء إلى حجمها الصحيح تستقر الأمور. ومصر ليست رخيصة، مصر عند الله غالية. مصر تجلى الله فيها على الأرض، المكان الوحيد الذي نص الله على أنه تجلى على الأرض فيه في مصر، في سيناء الغالية أرض الفيروز. مصر المنطقة التي ذكر أن سيدنا المسيح عليه السلام وأمه الصديقة السيدة مريم جاءت إليها. مصر التي جاء إليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، ونزل وصلى ركعتين في مكان المناجاة في سيناء. مصر التي آوت أهل البيت في الوقت الذي اضطهدهم فيه أبناء عمومتهم من العرب. السيدة زينب لما طردت أخرجت من المدينة بعد أن عادت من كربلاء ورأت ما رأت، قال لها ابن عباس: يا بنت رسول الله، ارحل إلى مصر فإن فيها قوما يحبونكم لله ولقرابتكم من رسول الله. فلما وصلت إلى مصر خرجت مصر عن بكرة أبيها تستقبل سيدتنا السيدة زينب بنت رسول الله، وخرج واليها الأموي، يعني والي لبني أمية، لكنه خرج هو على رأس المستقبلين للسيدة زينب، لأنهم رضي الله عنهم مسلمة بن مخلد الأنصاري كان من الصحابة ومن الأنصار يحبون أهل البيت، وأسكنها في دار الحكم واتخذ له دارا أخرى. فأثلج صدر سيدتنا زينب بعد المعاناة المريرة التي مر بها أهل البيت. هي رأت إخوتها يقتلون، وأبناء إخوتها واثنين من أبنائها قتل في كربلاء، وحملت أسيرة مع نساء أهل البيت الطاهرات من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى دمشق، ثم عيدت إلى المدينة. فلما رأت ما أثلج الصدر من حب أهل مصر الصادق، يذكرون أنها دعت لمصر بدعوتين عظيمتين. قالت: يا أهل مصر، آويتمونا آواكم الله، ونصرتمونا نصركم الله. فمصر منصورة.